السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله. النادي الأهلي يفتتح مبارياته في الدوري العام المصري برباعية في شباك النادي المصري البورسعيدي. المباراة بدأت بضغط كبير جدا من النادي الأهلي، كان بيحاول كتير إن هو يحبس النادي المصري في منطقته عشان ما يقدرش يطلع بالكرة ويحاول يفسد هجمات النادي المصري من قبل ما تبدأ أصلا. وما بين ضغط النادي الأهلي ومحاولات النادي المصري في الطلوع بالكرة، الشوط الأول كان هينتهي بالتعادل، ولكن يأبى إمام عاشور ورضا سليم إن الشوط الأول ينتهي بالتعادل. كرة من ركنية لعلي معلول بيطلعها محمود جاد، نموذج بوكس جامد وعلى جنب من الجنبين، تروح لكوكا اللي بيحاول يرجعها عرضية تاني عشان محمود جاد يرد الكورة، ولكن ما بيردهاش زي ما عملها قبل كده. لا 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 لا، ده بيمسح اللي عمله قبل كده بأستيكا وبيردها غلط جدا على قوس ال 18 عشان تنزل الكرة رضا سليم اللي بيحاول يسددها برجله الشمال ولكن ما ينجحش، وترد الكرة وتروح لإمام عاشور اللي غالبا كان مركب عينين في ودانه عشان يشوف رضا سليم ويديله الاسيست اللي بيقدر رضا سليم يسدد الكرة منه داخل المرمى عشان يعلن عن أول حاجات كتير. بقى عد معايا: أول هدف لرضا سليم مع النادي الأهلي في الدوري، أول هدف لرضا سليم مع النادي الأهلي عموما، أول هدف للنادي الأهلي في الدوري المصري، أول أسيست لإمام عاشور مع النادي الأهلي في الدوري. بعدها الشوط بينتهي الشوط بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي. الشوط الثاني بيبدأ وفي الدقيقة 51 بتحصل نقطة التحول اللي في اللقاء. باهر المحمدي اللي بلغة الكرة كده رضا سليم في الشوط الأول لبسه إنذار، بيقدر إمام عاشور إن هو يلبسه الإنذار الثاني عشان يطرد ويكمل النادي المصري المباراة ب10 لاعبين. بصراحة طرد ساذج قوي من باهر المحمدي اللي المفروض لعيب دولي، وأنا كلاعب دولي لما تبقى كرة يا دوب لسه معدية نص الملعب وكمان متطرفة جدا يعني جنب خط الأوت، ما اعملش تاكلينج على لعيب وأنا عندي إنذار. تصرف غريب بصراحة من باهر، ولكن أنا ما عنديش مشكلة، إن أهم حاجة عندي إن الأهلي يكسب. بعد الطرد حرفيا بيتسيد الاهلي الملعب بالطول والعرض، تروح كوره بتتحضر في ناحيه اليمين لبيرسي تاو اللي بيعمل 1-2 مع محمد هاني اللي بيرجعها له تاني عشان يحاول مروان حمدي يقطع الكوره ولكن ما يقدرش يقطعها، وتروح لبيرسي تاو اللي بيلمها وبيعمل R2 نموذج في مرمى محمود جاد اللي ما يقدرش يعمل لها حاجه. نروح بقى للروقان والحلاوه والجمال والمتعه اللي موجوده في الجون الثالث والاسيست اللي معمول بالمسطره، تحسه كده اسيست مرسوم. امام عاشور عامل لنا اسيست كده تحس ان انت ما بتشوفوش غير في دوري ابطال اوروبا مثلا. حرفيا تاني امام عاشور حط الكوره بالمسطره على وش رجل بيرسي تاو اللي برضه بيلمها على عدلته على رجله الشمال ويسدد، ولكن المره دي بتخبط في الدفاع وبتتصعب اكتر على محمود جاد اللي ما يقدرش يعمل لها حاجه برضه عشان توصل النتيجه ل 3-0. في الدقيقه 82 بيقرر مارسيل كولر انه يبدل 5 تبديلات. قرر انه ينزل مروان عطيه وقفشه وعبد القادر وطاهر وكريم فؤاد اللي بيحاولوا يثبتوا نفسهم في ال10 دقايق دول، وبالفعل بيرسموا سيمفونية ولا أحلى ولا أروع. هدف برضه تحسه لوحة مرسومة، حرفيا الهدف تك 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 جول. كرة بتبقى مع قفشة اللي بيلعبها الكريم اللي بيحطها لعبد القادر، عبد القادر بيلعب كعبه الكريم اللي بيحطها بوش رجله في المرمى، وكل ده من لمسة واحدة. انا عاوز اتكلم بس عن الفينيشنج بتاع كريم فؤاد اللي بوش رجله عشان ما نظلمش محمود جاد. طبيعي ان انت لما بتلعب الكرة بوش رجلك، ولاعيبه الكرة عارفين الكلام ده كويس جدا، ان انت بتلعبها في البعيدة. كريم فؤاد لعب الكرة بوش رجله ولكن لعبها في نص الجول، بس عشان برضه لعبها بوش رجله فمحمود جاد راح شويه ناحيه الزاويه البعيده، ولما لقى الكوره جت في نص الجون اختل توازنه وحاول يلحقها، ولكن برضه عشان الكوره ملعوبه بوش رجل كريم فؤاد ففيها لفه، جه يمسكها لفت على ايده ودخل الجون عشان تعلن عن الهدف الرابع للنادي الاهلي باقدام كريم فؤاد العائد من اصابه طويله بعد فتره طويله جدا. واحد يقول لي طب امال موديست فين يا عم من الكلام ده كله؟ ده كان بادئ المباراه في اولها، معقول الماتش يخلص 4-0 موديست ما يجيبش جون يوحد الله؟ اقول لك ان من الصعب قوي نحكم على فيرويد بالذات في مباراته الاولى، وكمان ان ما جالوش كرات كتير، وانه مش شرط كمان اللعيبه كلها تتاقلم من اول ماتش. في لعيبه بتتاقلم بسرعه وفي لعيبه بتحتاج وقت عشان تتاقلم. في النهايه بعد المباراه الممتعه والاهداف الجميله اللي احنا شفناها من النادي الاهلي دي، انا بالنسبه لي كده رضا قوي. وهتاف الجمهور قبل انتهاء اللقاء كان عاشور 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 عاشور. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباريات الجايه. مستنيكم تقولوا لي في الكومنتات ايه هو احلى هدف من ال4 اللي النادي الاهلي سجلهم النهارده. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما ننساش نعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك. لو بتتابعوني على اليوتيوب ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.